اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا رجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فايف نايتس ات فريديز. قبل بس ما نخش في الحلقة يا ريت تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا. يلا بينا نخش في الحلقة. Where to? Why do I always get the weirdos? فيلم فايف نايتس ات فريديز بينتمي لنوعية الرعب، ونزل يوم الأربعاء اللي فات في السينمات ويوم الجمعة على منصة بيكوك. والفيلم مستوحى من أشهر ألعاب الرعب، وهي لعبة 5 ليالي في فريدي. اللعبة دي من ضمن أفضل ألعاب الرعب بالنسبة لي، زمان كنت بحب ألعبها وهي ليها أكتر من جزء. الفيلم من بطولة جوش هاتشرسون وإليزابيث ليل وماثيو ليدر، ومن تأليف وإخراج إيما تامي. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن مايك، واللي بيشتغل حارس أمن بالليل في مطعم فريدي للبيتزا. ومع أول يوم شغل ليه بيكتشف أمور مرعبة وغامضة، وبتتوالى الأحداث عشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة فكرة تحويل لعبة رعب شهيرة الفيلم ده في حد ذاته كان شيء حلو. وكواحد بقى من محبين اللعبة فأنا كنت متحمس جدا للفيلم، وعندي فضول أعرف الفيلم هيقدم اللعبة إزاي. فأنت لو من محبين لعبة 5 ليالي في فريدي ولعبتها قبل كده، وانت بتتفرج هتلاقي نفسك تلقائيا بتسترجع ذكريات اللعبة، ولما تشوف شخصيات اللعبة تفتكر. وده اللي حصل معايا بالظبط، برغم ان احداث الفيلم ما كانتش افضل حاجة، لكن الجو العام بتاع الفيلم كان حلو وانا حبيته. تاني ميزة الاداء التمثيلي، واللي كان جيد من كل الشخصيات. جوش هاتشرسون اداؤه كان كويس، عجبني اداء ماثيو ليدر، عجبني كمان اداء البنت الصغيرة اللي كانت عاملة دور اخت البطل. تالت ميزة الإخراج، على مستوى التصوير والألوان والإضاءة كل الكلام ده كان جيد جدا. المخرجة إيما تامي طول الوقت كانت حريصة إن هي تخلي المشاهد حاسس بأجواء اللعبة وحاسس إن هو جوه اللعبة، ودي كانت حاجة حلوة. كمان كان في بعض الخضات اللي اتنفذت بصورة كويسة. رابع ميزة آخر تلتين في الفيلم، وبالنسبة لي دول اللي أنقذوا الفيلم، لأن قبل آخر تلتين أنا كنت ناوي أدي للفيلم تقييم معين، وبعد آخر تلتين التقييم ارتفع كتير جدا. دول اللي أنقذوا الليلة كلها. الإيقاع كان سريع جدا، الأحداث كانت مشوقة، مش هقولك إن في رعب لكن كان في إثارة وتشويق في آخر تلتين. فالفيلم لو كان من الأول كده زي آخر تلتين كان زمانه دلوقتي في حتة تانية خالص، لكن للأسف مشكلة الفيلم إنه طول أحداثه كان هادي تماما ومفيش أي حاجة. يعني أنت ممكن مثلا تنام في نص الأحداث وتصحى تلاقي إن مفيش أي حاجة فاتتك، لا الأحداث مكملة عادي وأنت تمام كمل نوم. فالفيلم كان كويس جدا وجي عند أفضل حالاته. الكلام ده كان في آخر تلتين. طيب تمام كده المميزات خلصت، نخش على العيوب. اول عيب الرعب، ودي اضعف نقطة موجودة في الفيلم. دلوقتي انت عامل فيلم مستوحى من اشهر العاب الرعب، فطبيعي ان الفيلم يبقى فيه جرعة رعب على اعلى مستوى. لكن المفاجأة ان الفيلم ما كانش فيه رعب خالص، او بمعنى اصح كان بيبقى فيه محاولات نوعا ما جيدة ومشاهد رعب ممكن يجي منها، بس عند اللحظة الاهم كنا بنقطع ونخش في مشهد تاني. بمعنى على سبيل المثال المشهد الافتتاحي، المشهد ده كان ممكن يطلع منه دموية بشكل كويس، واللي شاف الفيلم هيفهم كلامي واكيد متفق معايا في النقطة دي. جينا عند اللحظة اللي خلاص هنشوف فيها دموية، المشهد قطع او ما جابلكش لحظة الدموية دي ودخلك في مشهد تاني. والموضوع ده يا جماعة اتكرر مع كل مشاهد الرعب والقتل اللي موجودة في الفيلم، اللي هو خلاص انت بتبقى هتترعب او هتشوف مثلا منظر دموي وما يجيبلكش المنظر ده ويدخلك في سكة تانية، ودي كانت حاجة مش حلوة. حتى وانا بتفرج على الفيلم استغربت، قلت مستحيل الفيلم ده يبقى زائد 18 سنة. هو ما فيهوش حاجة علشان يبقى زائد 18 سنة. الفيلم كأنه كان خايف على مشاعرك، اللي هو انت غلبان انا مش هخضك ولا هوريك دموية، انت فيك اللي مكفيك فانا هبقى حنين معاك. ده حال الفيلم اللي انا حسيته وانا بتفرج. والفيلم بعد ما انا خلصته بحثت لقيت ان هو متصنف زائد 13 سنة. فعلشان كده تقريبا المخرجة ما كانتش حابة انها تجيب دموية او تجيب رعب علشان الفيلم يبقى زائد 13 سنة والاطفال يقدروا يتفرجوا على الفيلم.
فالمفروض الفيلم كان يبقى زائد 18 سنة ويبقى فيه مشاهد رعب اكتر من كده، او على الاقل مشاهد الرعب والقتل اللي موجودة في الفيلم تجيبها لي لحد الاخر، ما تجيش عند اهم لحظة وتشوقني وتخلع، انا كده هفصل منك. تاني عيب الموسيقى التصويرية، الفيلم ما كانش ليه موسيقى تحس كده وانت بتتفرج، الموسيقى كانت ضعيفة وما كانش ليها اي تأثير على الاحداث، الفيلم كان محتاج موسيقى اقوى من كده. تالت عيب التويستات اللي كانت موجودة في الفيلم يا اما متوقعة من بدري قوي يا اما مش منطقية، الفيلم كان محتاج ان هو يشتغل على موضوع التويستات ده بشكل افضل من كده. القصة عموما كانت محتاجة انها تتقدم وتتكتب بشكل افضل من كده برضو. الفيلم طول الوقت ايقاعه كان ممل، وده لاننا كنا بندور عن موضوع واحد ومشهد فلاش باك واحد بيتكرر كل شوية، ومش بنستفاد منه اي حاجة غير ان مدة الفيلم بتطول على الفاضي، فالفيلم كان لازم يشتغل على الكلام ده كله. طيب تمام كده العيوب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم Five Nights at Freddy's هو 6/10. فيلم كويس لعشاق اللعبة، بس قبل ما تتفرجوا على الفيلم قللوا توقعاتكم، الفيلم هيعجبكم في اخر تلتين، واعملوا حسابكم ان مفيش رعب في الفيلم، لكن انتوا هتبقوا مبسوطين بس علشان هتفتكروا ذكريات اللعبة وهتبقوا مبسوطين من الجو العام بتاع الفيلم. انما الناس اللي ما تعرفش حاجة عن اللعبة فنصيحة يعني ما تتفرجوش على الفيلم، او لو انتوا فاضيين اتفرجوا عليه في البيت، هو كده كده موجود على منصة بيكوك. وطبعا اللي شاف الفيلم يا ريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو اول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما اونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، اشوفكم على خير، سلام.